السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. احنا النهارده موجودين عند محل الجوهرة بتاع عم يوسف. طبعا احنا هنا عند محلات السوية، وادي هنا كده البنك الاهلي كده بالظبط زي ما انتم شايفين. السلام عليكم باشا، الاخبار عامل ايه؟ زي ما انتم شايفين تشكيلة الزيتون ما شاء الله ممتازة جدا جدا. ولا وعم يوسف هنا يعني احسن حد تقدر تاخد منه حاجات مضمونة، يعني حاجات ممتازة بصراحة ما شاء الله تبارك الله. يعني شوف تشكيلة التمر، عديناها احنا تشكيلة التمر دي ما شاء الله تبارك الله. والتمر بالسمسم وشوية حاجات جميلة. السلام عليكم عم يوسف، اخبارك ايه؟ كله تمام. احنا بس عايزين نعرف الناس على المحل هنا وعلى الحاجة. وعم يوسف بصراحة يعني الشخصيات المحترمة جدا اللي يقدر يفيدك ويقول لك تاخد ايه وما تاخدش ايه. صراحة يعني عنده تشكيلة منتجات جميلة جدا. عايزين نوري لهم شوية تشكيلة كده، حاجات كده نعرفهم على الحاجات مثلا ايه اللي نتميز بيها هنا في مطروح. يعني لو يجوا مطروح ياخدوا ايه؟ ياخدوا طبعا زيتون وبلح وزيت زيتون ونعناع. يعني لما يجوا ياخدوا زيتون تنصحهم بأنهي نوع مثلا يا عم يوسف؟ هو كل انسان كل واحد وليه له مثلا ذوق معين مثلا. في ناس بيحبوا مثلا زي ده اسمه كلاماتا دولسي. ده كلاماتا دولسي. ده جميل جدا جدا تمام. جدا. وفي ده برضه اسمه كلاماتا اليوناني. ده له عشاق وبرضه له كده ما شاء الله. في زي ده مثلا ناس التفاحي. التفاح ده انا بعشقه ده. ده له برضه عشاقه. لا تمام. صراحة. وده الاسباني. تمام. بردك له ناسه وله ما شاء الله عشاقه. تبارك الله. بصوا ما شاء الله حاجة كده يعني جميلة قوي. وده تفاحي برضه زي اخو التاني. ايوه تمام. وده العزيزي. ده العزيزي. ده العزيزي. ليه ناسه برضه العزيزي يعني. اكيد طبعا ده له عشاقه بتاع زمان. الناس الاصيله بتاع زمان. ما شاء الله. في بلح بقى طبعا، في حاجه اسمها كده بشاير بيبقى لسه اصفر. ده بشاير. لسه اصفر زي كده. وفي ده استوى بقى بعدين. ما شاء الله. في بالسمسم زي كده. بالسمسم ده جربته بصراحة يعني. تشكيله جميله. اللي هو ايه الناشف ده ده بيتبل وكده يعني. ايوه ده بيتبل. والكركديه في طبعا ده دوم. ده خروب قبرصي. خروب قبرصي غير اللي هو المحلي بتاع مصر. تمام. والدوم السليم والكركديه. ما شاء الله تبارك الله. وفي الشاي طبعا اللي هو بيشربوه هنا في مطروح، الشاي الزردة. ده الغزالين ده ولا ايه ولا نوع ايه؟ هوريك الغزالين علب، لكن ده اللي هو ايه؟ ده السايب. ده اللي هو السايب. ده الاحمر وده الاخضر منه. الاخضر طبعا اشهر حاجه. وده بقى التمر السكري السعودي. ده سكري سعودي. وده اللي هو البشاير زي اللي بره. وده بس ده بره بس. ما شاء الله. اسمي 5 ان شاء الله. ما شاء الله طلع. بصوا يا جماعه التشكيله ما شاء الله، تشكيله جميله. وبعدين رب التمر ده يا جماعه لاي حد عنده انيميا يجي يسال هنا على رب التمر الليبي ده، تاخدوا معلقه منه جميل ما شاء الله يرفع الانيميا. وطبعا هنا زي ما انتم شايفين الهريسه اللي هي الحاجات الجميله دي بصراحه ما شاء الله. الهريسه هنا برضو تحفه. وطبعا زيت الزيتون عندنا. هنا بقى اللي هو ايه؟ اللي هو بيبقى المصانع في اللي هو الازاز. الازاز ده بيبقى انتاج مصانع. خدت بالك. وفي الجراكن العاديه. وفي الجراكن العاديه اللي احنا بنعبوها وبنضمها. والمربات فيه زيتون وكركديه وفي بنجر وفي بنجر وكريز. ده سكري. انا الجديد عليا بصراحه موضوع الكريز. ناخد من الثاني العالي. انا دقت بصراحه مربى زيت زيتون جميله، تجربتها جميله، بس الكركديه افضل بكتير بصراحه يعني انا دقت زيت الزيتون بتاعت مربى الزيتون بصراحه كويسه، بس الكركديه افضل بكتير يعني. وعندنا مربى الباذنجان دي بقى انا استغربتها بصراحه، ما خفت اجربها. لا هي دي لمرضى اللي هم الانيميا، اللي هم عاوزين بقى نسبه حديد وعندنا بقى جميع انواع الشاي، الاخضر والاحمر. والمصري والليبي. الغزالين الليبي بس اللي عندنا. الليبي بس افضل حاجه طبعا هو الليبي يا جماعه. يعني اللي يجي يسال على، بس طبعا مش اي حد هيقول لك ان ده ليبي او مش ليبي غير عم يوسف هنا هيقول لك الصراحه. يعني بصراحه راجل محترم. هو يعني
يعني باين جدا الليبي اللي هو نعرفه منين يا عم يوسف؟ يعني تحب تنصح حد مثلا يعرفه منين؟ هل ليه علامه معينه؟ في كده بعض العلامات يعرفوا منها. طبعا اول حاجه هيلاقيه طبعا دي ممكن تتقلد عادي، كل بس ده هي يتقلد. لازم يبقى ايه معبأ خسيسا لصالح شركه الاستثمارات بنغاز ليبيا. تمام. يجي بصباعه كده، حط انت ايديك كده هتلاقي فيه بارز. بروز. ايوه بارز. حتى في الغزالتين. في الغزالتين برضو بارزين. والالوان يلاقيها الوان طبيعيه، مثلا لون الكوبايه واللون الاحمر واللون الاصفر. أيوة. الوان طبيعيه مش بهتانه. التاني مش بهتانة تلاقي فيه بهتان. ايوه. تبص عليه تحس ان فعلا في بهتان، أيوة. فلذلك يعرفوا من البروز والالوان يعني. ما شاء الله تبارك الله. طبعا التاني عشان المقلد فعمره ما هيقلد، مش هيدي لك الكلام ده. ماشي يا عم يوسف، الله يحفظك والف شكر ليك يا عم يوسف وتعبناك معانا، وانا سعيد بيك والله وسعيد بلقائك. نطلعه فريدة. ايوه فريده جميله. ماشي يا عم يوسف، ربنا يبارك لك فيك. الله يحفظك يا عم يوسف، ربنا يبارك فيك. خلصت البلح اهي. دليل ان البلح حلو. ايوه لا بصراحه حاجاتك كلها جميله يا عم يوسف، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الله يبارك فيك يا عم يوسف. تسيب رقمك للناس او نقول لهم على رقم عشان لو حد مش عارف يوصل للمكان مثلا ولا حاجه، او نصور كارت دلوقتي او نصور الكارت عادي للناس عشان ايه. هل في ناس بقى بتسأل على ان انا ممكن اطلب حاجات وتحط له في ميكروباص وكده، ولا ما عندكش الكلام ده؟ لا عندي يا باشا. عندك الكلام ده؟ شغال على طول، القاهره، اسكندريه، ما شاء الله، دمياط، كفر الزيات. انا هصور لكم برضو واحطه لكم في الفيديو عشان خاطر ايه لو صورته مش واضحه شويه. انا هو رقمه 010 24 988 8 تاني 05. تمام، ده الرقم عم يوسف، وباذن الله يعني هصور لكم الكارت وهنزله لكم في الفيديو. ولو عايزين اي حاجه عم يوسف يقدر يشحن لكم في اي مكان انتوا عايزينه باذن الله. صراحه انا رحت لغايه سيوه، سمعتك لغايه هناك، طبعا انت من سيوه انا عارف، بس يعني لو انت سمعتك حلوه ما كانش برضو الناس تتكلم عنك هناك بصراحه يعني. الحمد لله يعني. الله يحفظك، ده فضلك. نشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه. بصوا يا جماعه، ده رقم معرض الجوهره الجديد بتاع عم يوسف اللي لسه مصورين الفيديو طبعا بتاعه. عنده منتجات جميله وراجل محترم جدا واخلاق، وبصراحه ده من اكتر الناس الثقه اللي اقدر يعني اثق ان انا ادي ارقامه لحد يعني متابع ليا او كده. ودي الارقام قدامكم زي ما انتم شايفين كده، بيقدر يوصل المنتجات من مطروح لجميع الاماكن، وان شاء الله تتعاملوا معاه وتقولوا لنا ايه رايكم. وراجل محترم جدا بصراحه.